هانئا لنا جميعا، المنتخب المغربي المحلي يتوج بطلا لكأس عرب قطر 2025 الليلة بعد تغلبه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مباراة جميلة، مباراة خرافية جنونية ارتقت لكل المستويات، استمتعنا بها بطبيعة الحال. كما ذكرت في الفيديو السابق، نريد أن نستمتع وبعد الاستمتاع أن نحصل على اللقب، وهذا ما حدث بالفعل. استمتعنا وحصلنا على اللقب، الحمد لله والشكر لله ولا عزاء للحاقدين بطبيعة الحال. أه عندي واحد النقطة بغيت نتكلم عليها، وهو اللاعب المخضرم حمد الله. حمد الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. حمد الله أثبت للجميع على أنه لاعب يستحق الاحترام ويستحق الشكر والتقدير، لأنه لاعب في المباراتين الأخيرتين كفر عن الذنب الذي ارتكبه في المباراة الأولى ضد عمان لما أخذ البطاقة الحمراء، لكن في المباراة النصف دخل، أعطى أسيست وسجل هدف، وكان له الدور في تأهل المنتخب. كذلك الآن في الفينال كيسجل لك هدفين بعد دخوله وقلب موازين المباراة لصالح المنتخب المغربي، فهو أظهر وأثبت على أنه رجل ولاعب لديه إمكانيات عالية. يمكن ظلمناه فيما سبق، لم نعرف حمد الله، لم تتاح له الفرصة بالكامل لكي يثبت لنا أنه لاعب كبير لديه كل الإمكانيات لأن يكون رأس حربة في المنتخب الأول. الآن نحن نعرف أن حمد الله بحكم السن أنه غير قادر على مجاراة المنتخبات الإفريقية. المنتخبات الإفريقية قوية نظرا للمستوى ديال المنتخبات الآسيوية، وبما أنه يعني يلعب في الدوري الآسيوي، في الدوريات الآسيوية، فهو يعرف اللاعبين جيدا، يعرف لعب وطريقة لعب المنتخبات الآسيوية. لكن في إفريقيا أنا ما أظن أن حمد الله الآن لن يقدر على مجاراة المنتخبات الإفريقية، لكن أظهر على أنه وأثبت أنه كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان لما يعني كان مع هيرفي ووقعوا له مشاكل. الحمد لله على هذا التتويج، نتمنى الأفضل، نتمنى أن نتوج كذلك بالكأس الإفريقية وأن تظل في المغرب. كنتمنى أن الركراكي يحضر راسو ويحيد منه الفهامات وغادي يمشي بعيد. سكيتيوي كيعجبني، سكيتيوي رجل طيب، إنسان يعمل في صمت، يعرف كيف يتكلم مع الصحافة، يجيب الأسئلة بطريقة جميلة جدا. إنسان اللهم بارك وزيد في ذلك، أخلاق وآداب وصواب. الركراكي عمار بالفهامات، فما كنظنش أن الفهامات ديالو خصوصا يعني في اختياراته، فنتمنى أن